تنتهي كما أرادها الجمهور المغربي. كابتن رفيق، تابعنا على مستوى الإنجازات الفردية أسامة المليوي يتوج بجائزة الهداف بعد 6 أهداف. حتى في النسخ التي توج فيها المغرب كانت هناك يعني طفرة مهاجمين، يوسف الكعبي أو أيوب الكعبي عفوا 9 أهداف في 2018، 5 لسفيان رحيمي في 2020، محمد ربيع حريمات أحسن لاعب. بالتالي تحس أن هناك فريق متجانس أدى ما عليه والنهاية كانت ممتازة. وهذا اللاعب يفكرني عنده نقدر نقول شويه من ستايل من الكعبي أيوب على المليوي. أقصر منه بقليل. الكعبي غير، لا طريقة لعبه وتسجيله للأهداف، طلبه للكرة، شغل نفس طريقة لعب. تحسه جائع كرة. في بعض الكرات كان ممكن يمرر لكن يأخذ على عاتقه. المهاجم في بعض الهدف اللي سجله كان تقريبا كانت 3 مدافعين أمام 2، لكن أخذ على عاتقه. المهاجم الصريح في رأس الحربة في بعض الأحيان يكون أناني. لازم صحيح. يكون أناني في بعض الأحيان، ولهذا اليوم موجود أفضل وباقي أناني حتى الآن. أنا ما لعبت رأس حربة صريح، لعبت على الجهة اليمنى، لعبت صانع ألعاب، لعبت وراء المهاجم. لازم تكون المهاجمين كلهم، المهاجمين الكبار في بعض الأحيان يكونوا شوية أنانيين، ولكن هذا اللاعب تحسب اللي أنا الوحيد بالنسبة لي. أنا لما نتفقش مع يوسف سمعلي يقول لك تقريبا 6-7 لاعبين يقدروا يلعبوا في المنتخب. 5 قلت 5 مستحيل. لا ماشي يلعبوا انا ما قلتش يلعبوا، الاستعانة بهم الى كان اصابات ممكن نعم صعب. لانه كاس افريقيا الاخيره كان هناك اصابات لعدد من اللاعبين، ومع ذلك الركراكي يعول عليهم. رغم هذا الخيارات كبيرة بالنسبة للمنتخب الأول، خاصة اللاعبين اللي يشتغلوا في أوروبا بمستوى مختلف متغير. مستوى الشان ومستوى كأس إفريقيا مستوى مختلف، تختلف الأمور. حتى ولو تلعب على أرضية ميدانك في بلدك تختلف، تحتاج إلى الأفضل، تحتاج اللي يمتلك الخبرة. لكن الآن عندك قاعدة كبيرة أكيد. يجوك 4 إصابات. لا يجوك إصابات مثلا في اللاعبين الأساسيين، باقي البطولات شهر 12، عندك 3 أشهر 4 أشهر ممكن يصابوا لك لاعبين صحيح ولا لا؟ عندك فترة لا وحتى ولو عندك قائمة 40 لاعب ينشط في أوروبا وينشط في مستوى عالي، يعني لو تحتاج اللاعب محلي على الأقل لاعب أو لاعبين. أنا نشوف المليوي ممكن اللي عنده الامكانيات يقدر يستفيد منه. فلاعبين اخرين يحتاج مثلا لو خرج الاحتراف يلعب مكان حكيمي. حريمات يكون بديل، ما قلتلكش يلعب، يكون عندك بديل عندك بديل اكثر من حريمات ما يقدرش يكون. لكن كابتن احنا نتكلم على لاعبين ينشطون. اللاعب المحليين شوف لا انا خرجت من الجزائر، انا لاعب محلي. الانجازات او الانتصارات التي حققها المنتخب كابتن الحقيقه والواقع، الانتصارات اللي حققها المنتخب المغربي سواء في كأس العالم أو في عدد من المباريات تكون أمام المدارس الأوروبية، وبالتالي اللاعبين المتكونين في أوروبا ينجزون جيدا في مثل هذه المباريات. لكن الإشكال عند المغرب في كأس إفريقيا، وكأس إفريقيا تلعب أندية مثل الرجاء، مثل الوداد، مثل الجيش، مثل البركان. هؤلاء اللاعبين هم الذين يسافرون ويعيشون الأجواء الإفريقية. نحتاج ربما نوعية لاعبين من هذا النوع. أنا فاهمك، ولكن كأس إفريقيا وين راح تلعب؟ في المغرب. أوكي، تلعب في بلدك. يعني الملاعب والأجواء أجواء أوروبية والملاعب أوروبية، تحتاج إلى لاعبين يشتغلوا في أوروبا. تختلف الأمور على عندما تلعب خارج الديار، تلعب في إفريقيا، وعندما تلعب في بلدك. مثال تختلف مباراة المنتخب المغربي أكيد، وكل المنتخبات اسمح لي، وكل المنتخبات الإفريقية كل اللاعبين يشتغلوا في أوروبا. نتكلم على مصر، نتكلم على السنغال، أمام تنزانيا المنتخب الأول أمام تنزانيا عانى قبل أن يحقق النتيجة. أمام تنزانيا باللاعبين المحليين، ومنتخب تنزانيا لا يتوفر على محترفين كثر. شاهدنا جمل تكتيكية وسلاسة في اللعب أحسن من أداء الذي قدمه المنتخب الأول. لأن كل المنتخبات الإفريقية حاليا تستعين باللاعبين يشتغلوا في أوروبا. أنا لست ضد اللاعب المحلي. الكثير منها تتحدث على غانا، نيجيريا، كاميرون، لكن تنزانيا، أوغندا، بنين التي أحرجت المنتخب المغربي. أنا لست ضد اللاعب المحلي، أنا مع اللاعب المحلي. أنا خرجت، أنا لاعب محلي، خرجت من الجزائر دافع عليه واحترفت وطورت نفسي. هاي الفرق. لا هذا هو الفرق، لازم نكونوا واقعيين ومنطقيين. اللاعب المحلي عندما يذهب لأوروبا هذه فرصة أمامه، عندما يلعب بالشان تتيح له فرصة، لما لا يحترف مستواه يتطور.
ولكن فيه بعض اللاعبين. احنا في الجزائر احنا لما فزنا بكاس افريقيا 2019 كانوا تقريبا واحد 5 ولا 6 لاعبين اساسيين يشطوا محليين. كان بالعمري، كان بنجاح، كان عده لاعبين بالليلي. وين كانوا يلعبوا؟ يا يعني اما كانوا يلعبوا في الدوري الجزائري ولا لا كانوا في الدوري القطري. ولهذا قلت لك اللاعب المحلي فيه مستويات، فيه بعض العناصر. نعم. ليس الكل. نعم كابتن، في هذه النقطة بالذات بعد التتويج الثالث، بعد هذا الأداء، بعد ما شاهدناه من إمكانيات لهؤلاء اللاعبين، هل تشارك رأي الكباتن أنه خصوصا كابتن يوسف أنه إعطاء رأي يوسف إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين في المنتخب الأول؟ هو طبعا الاثنين معهم حق فيما ذكروه سواء يوسف أو رفيق. ليه؟ لأن يوسف بيتكلم على صف تاني ورفيق بيتكلم على مستوى وورلد كلاس بلاير بالنسبة لبعض اللاعبين. يعني مفيش حد يلعب على ياسين بونو، مفيش حد يلعب على أشرف حكيمي. ويوسف بيتكلم عن صف تاني نجهزه. وعلى فكره دول بعد البطوله دي هفكرك لا يقل عن 7 8 هيحترفوا ومش هيصبحوا محليين ولا يستطيعوا المشاركه زي ما حصل مع المغرب في المنتخبات قبل كده. شفنا بدر بنون طلع بره افريقيا راح قطر، راح نفس الشيء بالنسبه لسفيان رحيمي، راح العين الاماراتي، نفس الشيء بالنسبه للكعبي. فهي اللعيبه دي تعتبر فاترينا او بيعرضوا مهاراتهم وامكانياتهم. وانا اعتقد بعد هذه البطوله هيحترفوا خارج المغرب وخارج القاره الافريقيه. واحد من اللاعبين الذين تحدث عنهم الشارع المغربي ووسائل الاعلام انه يستحق ان يكون متواجد في المنتخب الاول، خصوصا عدم توفر بديل للاعب الوسط مرابط. اتحدث هنا عن محمد ربيع حريمات الذي اختير افضل لاعب في البطوله. لنستمع لما قاله بعد هذا التتويج. ألف مبروك على هذا التتويج، أداء ممتاز. يعني ما السر في هذا النجاح لأسود الأطلس بعد المشكلات التي واجهت تجميع الفريق حتى في بداية البطولة، وبعد ذلك الصعوبات التي واجهتهم في المباريات، أوقات إضافية، ظروف عصيبة، كيف تغلبتم على كل هذا؟ الحمد لله كانت صعبة شوية